كل سنة وانتم طيبين ببداية الصوم. نبتدي بشوية أسئلة. سؤال واحد باعت عن فرق بين آيتين في شاهدين في ملوك وأخبار الأيام. الموضوع إجابته طويلة أو مطولة، وفي بحث حلو قوي معمول عن الآيتين دول. يا ريتك تخش على سنتكلا وتبتدي تقرا الكلام، لان الكلام طويل قوي. لو انا شرحته والناس مش فاهمه القصه اللي في الاجتماع هنا هيتوهوا ومش فاهمين انا بتكلم على ايه. فانت صاحب سؤال متخصص دراسي هتلاقي يا اما تخش على الموقع بتاع الدكتور غالي .com drغالي.com، هتلاقي فيه بحث كبير قوي، وهتبص تلاقي كمان في اعتقد تكلا هيمانوت مكتوب برضو رد على اللي انت بتسال عنه. بص يا حبايبي، كل حد بيسأل على الكتاب المقدس في حاجة دلوقتي باسم الصليب، الميديا وفرت علينا قوي ان احنا نخش ونجيب المعنى بنفسنا. فأرجوكوا يعني ايه الحاجات دي اجتهدوا فيها ان كنتوا تلاقوا المعلومة السهلة. حد بعت سؤال بيقول بحس ان انا مرتبط بأحلامي المادية اكتر من ربنا، عندي استعداد اقعد اكتر من ساعة عشان اتعلم حاجة جديدة، لكن ما عنديش استعداد اعمل كده مع ربنا. متضايق جدا من الموضوع ده، بقرا الكتاب المقدس واصلي المزامير لكن مش بفهم، وما بهتمش ادور على المعنى زي ما انا. لكن لو قابلني حاجه في مجال شغل مش فاهمها ممكن افتح اكتر من حاجه عشان اتعلم الصح فيها، ودي حاجه مضايقاني جدا، محتاج ارشاد اعمل ايه. انت قلت السؤال وقلت الاجابه. انت بتقول لما حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. علشان كنزك في النجاح بتاع الشغل والنجاح المادي، فأنت بتهتم قوي 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 إنك أنت يعني آسف تطلع كل وقتك للحاجات دي. الحاجات دي حاجات كويسة، أنا مش ضدها، بالعكس أنا أحب الشاب الطموح اللي بيطور نفسه في شغله ويقرأ. لكن في حاجات بقى لنا، محبة الله والأبدية اللي احنا المفروض نبتدي نعيشها من هنا ونكملها في السماء. علشان كده قول انا غلطان في حاجه، ما دام ربنا خلق فيا خاصيه ان انا دؤوب وبدور على المعلومه اللي ناقصاني، لا هبذل مجهود مع ربنا. وحدد وقت، حدد وقت تقعدوا مع ربنا، وفي الوقت ده حدد وقت انك انت تطلع معنى تحاول تفهمه. ارجوك يا حبيبي لازم تتعب من اجل خلاص نفسك. دلوقتي يا قدس ابونا انا شاب رايح اخطب وبحب واحده قوي وهي بتحبني قوي ومتعلقين ببعض جدا، بس الحاجة اللي مخوفاني انها كسلانة شوية، ما بتحبش تعمل كل حاجة ما بتحبش تعمل كل حاجة على طول. يعني ممكن تعمل ربعها وتسيب الباقي وتقول تعبت، بس اللي عملته ده مش متعب ابدا. وكمان حتى ما بتعرفش تطبخ كل حاجة. وكمان كنت بفكر اقدم لها في وظيفة، واحد هيدخلها تشتغل موظفة، بس المشكلة خايفها ترفض، وأنا حاسس بكده. ولأن أنا يا قدس أبونا بشتغل شيفت 12 ساعة، بقول علشان بعد كده ما تبقاش ناقصها حاجة، بس دايما قلقان لو في يوم أتعب وتحصل لي حاجة وأثر. فعشان كده كنت حاببها تشتغل حتى تقدر نقوم مع بعض لو حصلت أي ظروف صعبة. بس أنا بحس إن ده خوف وقلق من كل حاجة، ودايما خايف. أعمل إيه؟ بص يا حبيبي، أنا ببسط الأمور. What you see what you get, what you buy what you get. يعني اللي أنت بتشوفه هو اللي أنت هتشتريه، واللي أنت اشتريته هو اللي هتلاقيه لما تروح بيه. أنت عرفت إنها كسولة، عرفت إنها بيتوتية قليلة الحيلة أو قليلة العمل. أنت اعرض عليها وقول لها بصي أنا مخاوفي كالآتي، أنا بشتغل 12 ساعة عشان أشيلك وما أخليكيش محتاجة حاجة، لكن يوم أنا ممكن أقع. أنا كسلك ده قلقني إن في يوم من الأيام هتقولي أنا مش قادر أساكر الولاد، أنا مش قادر أنظف في البيت حاجة، أنا مش قادر أغسل مواعين ولا أعمل إلى آخره. طيب تشتغلي علشان ممكن يكون في مقابل ندبر بيه بعض أمور بيتنا. طب مش قادرة تشتغلي، يبقى لازم تشتغلي في البيت. بس الحقيقة اللي أنا شايفه مش مطمني، واجهها وشوف مدى التطور. لكن برضو عايز أقول لك حاجة، اللي انت شايفه هو اللي هتلاقيه في الغالب. يعني حتى مع التطور بيحصل تطور بنسبة قليلة مش بنسبة كبيرة. فأنا بقول لك
وانت ليك الحق، ما دام انت بتحبها ومتعلق بيها انت اللي هتاخد القرار، انا مش صاحب قرار. بس خلي بالك ان نسبة التغيير هتبقى قليلة، فلما انت هتتجوزها بالريسك دي او بالمجازفة دي، ان نسبة التغيير هتكون ضعيفة. واحدة بتقول حاسة اني مقفولة قوي من ربنا بسبب كل البهدلة اللي عدينا فيها في الفترة اللي فاتت، وكمان انا وبيتي الوقت اللي فات واللي لسه بنعدي فيه ابتديت احس ان جوايا حاجه كده قافله من ربنا ومليانه لوم ليه، ومش عارفه خالص اعدي الحته دي، مش عارفه اصلي ومش عاوزه اصلا اصلي، مش عاوزه ارنم، مش حاسه ان نفسي اعمل اي حاجه. وابتدت تقول تدخلني افكار شك ان كل اللي احنا فيه ده يعني اي كلام، مش حاسه ان عندي اي حاجه احاربها لأني بقيت مقتنعة باللي أنا بعمله كله حتى لو غلط. للعلم ياما مريت بظروف صعبة جدا وكانت علاقتي بربنا قوية قوي، وكنت دايما ماسكة فيه ومبسوطة إنه جنبي، ما بقيتش عارفة أعمل إيه ده خلاص، ولا حاسة إني عاوزة أدي لنفسي دفعة إني أرجع أعمل اللي كنت بعمله. طب يعني أنت بتقولي حالة ولا بتسألي سؤال؟ لو بتقولي حالة، طب انت الحالة دي عجباكي؟ واضح ان الحالة دي مش عجباكي، يعني حتى لو انت في خصومة مع الله مش مبسوطة، بدليل انك انت بعت سؤال بتقولي فيه ان وضعك ده بقى مستسلمة له لكن مش مبسوطة. طب الحل ايه؟ انا الاول عاوز اشخص الحالة اللي انت فيها يا بنتي. الحالة اللي انت فيها زي حالة ايوب النبي بالظبط، مر بتجربة وقال الرب أعطى الرب أخذ فليبقى اسم الرب مبارك. ده اللي انت قلتي إن كانت بمر بصدمات وعلاقتي حلوة بربنا. ومر بتجربة تاني مزق هدومه بعد ما ولاده ماتوا، لكن رجع لربنا بسرعة وقال برضو الرب أعطى الرب أخذ فليبقى اسم الرب مبارك. ومع استمرار التجارب الشيطان افترسه بقى، منها ان بعت له 3 اصدقاء بدل ما يطبطبوا عليه وهو محتاج طبطبه قالوا له اكيد من عملك الردي، فانفجر زي البلاعه في وشه وقال لهم بقى، وفضل يخبط في ربنا ويخبط فيهم هم كمان. يعني كانت خناقه كبيره قوي لغايه اواخر السفر الدنيا تعادلت. اللي انا عايز اقوله لكم ان اوقات كتيره قوي لما الظروف تبقى مش مواتيه، وعشان احنا فينا عنصر نفسي قابل للتأثر، وعشان احنا ما وصلناش في الإيمان لمرحلة حياة التسليم، التخبيط اللي بنتخبطه بيأثر فينا. بيأثر فينا. طب لما بيأثر فينا بيعمل ايه؟ يبتدي الشيطان يقومك على ربنا، يقول لك ايه فايدة الصلاة اذا كنت انت صليت ولا ما صليتش هيعمل اللي هو عايزه. طب اللي صلوا يعني خدوا ايه؟ ده اول تشكيك. نمرة 2، اهو كلام بيتقال في الكنايس ملوش علاقة بالواقع اللي احنا عايشينه. فين ربنا الحنين وسايبك مهروسة انت واسرتك في ظروف صعبة قد ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا بنتي، لازم نكون عندنا واقعية ان الحياة ups and downs على كل الناس بصرف النظر مسيحيين او غير مسيحيين. اللي بيميز المسيحي ان في الابس والداونز هو ماسك ايد المسيح فبيترفع بسرعة، بيترفع بسرعة. لكن مين قال ان اولاد الله حياتهم خالية من الألم؟ لا، الكلام ده مش حقيقي. ده المسيح لما في التطويبات بيقول طوبى لكم إذا طردوكم وطوبى لكم إذا أهانوكم وطوبى لكم وطوبى لكم وطوبى لكم. يعني إيه؟ كل دي تطويبات على حاجة هتحصل فينا صعبة، وبالتالي الزمن اللي احنا عايشين فيه هيكون فيه تخبيط، هيكون فيه تخبيط، هيكون فيه تجارب، هيكون فيه تجارب، بس لازم نمسك في ربنا. طب الحل ايه؟ ارجعي اقعدي مع ابونا لو سمحتي اللي مربيكي، او ابونا اللي ليكي علاقة. لو مالكيش علاقة قوية بابونا، مجرد اعتراف صوري في كل فترة، دوري على خادمة كانت مربياكي وقولي لها انا في حالة تقريبا داخله على الحاد، محتاجه حد يمسك بايدي. 2، اكتبي، او بلاش تكتبي دي تدريب صعب، امسكي الكتاب المقدس وهاتي بايدك كده، حطي خط تحت اقوال المسيح
وتحت تصرفات المسيح وتحت كل اللي عمله المسيح من أول ما تجسد لغاية لما اتصلب، وشوفي هل ده ممكن الإنسان يقاوم إنه يحبه. بس المشكلة إن إحنا سيبنا الشيطان يلعب في عقلنا وفصلنا نفسنا عن كلام ربنا، فبقت الحرب ليها اتجاه واحد، ما بقاش فيه مقاومة. لكن الإنسان لما بيقرأ الإنجيل وبيتمسك بربنا وبوعود ربنا بتفرق قوي في حياته بعد كده. قلبي معاك يا بنتي، وأتمنى ما تسيبيش نفسك في الحبسة، لأن أنا شايف الشيطان مستفرد بيكي وبيخبط فيكي جامد قوي. وعايز أقول لك حاجة، مفيش إنسان ولو بمرحلة كده قليلة في حياته تحت ضغط معينة ممكن ما يكونش حس الإحساس ده، بس المهم نقاوم ونطلع بسرعة لو سمحت يا بنتي. عندي سؤال في الخدمة. قدسك قلت قبل كده ان القديس حبيب جرجس كان بيلاقي معارضة من الكثير من الناس وحتى من بعض الآباء الكهنة كانوا ضده. السؤال هو ازاي عرف القديس حبيب جرجس ان اللي بيعمله صح رغم كل المعارضة؟ انا شخصيا اذا واجهتني معارضة في الخدمة بحس ان ربنا مش عاوزها، وخصوصا ان اب اعترافي علمني ان الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح، يعني السلام الداخلي وسلام الخدمة اهم من الخدمة. فبنسحب بهدوء واغير اي حاجه او اغير نوع الخدمه، لكن في داخلي بحس ان من النوع السلبي اللي بيهرب من المشاكل. ارجو النصيحه وشكرا. حبيب جرجس ما اصطدمش بحد خالص، لم يصطدم بحد. الكهنة الجيل القديم في الكهنوت كان رافض فكرة مدارس الأحد، لأن مدارس الأحد كانت فكرة بروتستانتية. كان في حاجة اسمها السانداي سكول، عملوها الأمريكان والإنجليز لما كانوا في مصر لأولادهم، وابتدوا يستقطعوا ناس، فالناس ابتدت تروح مدارس الأحد. فالفكرة في حد ذاتها مش غلط. يعني أقول لكم حاجة، البروتستانت سبقونا في المؤتمرات. البروتستانت سبقونا في المؤتمرات. طب معنى كده ما نعملش مؤتمرات؟ لا، احنا اتعلمنا ان احنا نعمل مؤتمرات، بس عملنا مؤتمرات ارثوذكسيه فيها القداس، فيها عقيده، فيها دراسه، فيها درس كتاب، فيها ورشه عمل. فحبيب جرجس كان الكهنه مش فاهمين الحركه فقاوموه في الاول. بس مين قال حبيب جرجس كان شغال من دماغه؟ اللي يسندنا كلنا في اي حرب تجيلنا، هو انا كده من دماغي وانا الصح وهم الغلط، ولا هم الصح وانا اللي بقاوح؟ حاجه واحده، المرجعيه. اب الاعتراف كان بيقول له ايه؟ كان بيشجعه. نمرة 2، البابا كيرلس الخامس اللي كان متبنيه كان بيقول له ايه؟ بيشجعه. فكان البابا بيشجعه، بعض المطارنة بتشجعه، اب اعترافه بيشجعه، وابتدت الفكرة تنتشر. فما كانش شغال من دماغه، لكن كانت في مقاومة، مش مقاومة انه ده مبتدع، مقاومة الخوف من الحاجة الجديدة. لكن لما جربوها اللي كانوا بيقاوموه هم اللي احتضنوها. فدي تفرق. طب انت تعمل ايه؟ انت تعمل الاتي. لو حصل في تصادم في الخدمة، اهدى. نمرة 1، اوعى تتكلم وانت منفعل، يبقى نمرة 1 الهدوء. 2، عبر عن رأيك بمنتهى الوداعة، اوعى تعبر عن رأيك بثورة. اوكي. 3، ارجع لأمين الخدمة وارجع للمسؤول عن الخدمة ونشوف احنا جايين عشان نتفاهم في الكنيسة، مش جايين علشان نتشاكل، جايين نخدم المسيح، مش جايين عشان نتخانق. لو قلبت بخناقة أنا موافق إنك تنسحب، لأن سلامة الخدمة أهم من الخدمة نفسها. لما المخدوم يعرف إن الخدام بيتخانقوا ما يصدقش أي حاجة بتتقال في الكنيسة عن المحبة والتسامح. فلما نكون إحنا بنحب بعض، يعني لو إحنا مثلا في كنيسة 10 كهنة بنحب بعض جدا جدا، ولا واحد موهوب في الوعظ، ولا واحد موهوب في الألحان، ولا واحد موهوب في أي حاجة، بس بنفتقد شعبنا وبنحب بعض، الشعب يحس إنه دافيان جوه الكنيسة. لو شعب حس إن الكهنة بتنقرص في بعض وفي احزاب، ده حزب متحرر وده حزب محافظ وده حزب مش عارفين، لا دي تبقى مصيبه، نفس الشعب نفسه بيتقسم. فسلامه الخدمه اهم من اي حاجه. واحد بيقول انه بيحب واحده اكبر منه ب2 وقدلنا 2 بنحب بعض، ولما جيت فتحت البيت عندي في الموضوع رفضوا تماما علشان السن، وشايفين انها مش مناسبه بسبب السن،
والبنت لما عرفت ان البيت رافضها متضايقه وعلى طول عياط وحزن ونفسيتها متدمره، ولما قلت لها مش هينفع نكمل تعبت اكتر وانا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اقفل الموضوع عشان البيت اللي رافض ولا اعمل ايه، وفي نفس الوقت متضايق على البنت عشان تعبانه بسببي وصعبانه عليا وعشان ضيعت من عمرها سنتين، وفي نفس الوقت انا ما بقتش عارف هل انا مختار صح ولا غلط، وبقيت شاكك في كل قراراتي وما بقاش ليا نفس في الموضوع اكمله من اساسه، وحاسس اني مش هبقى مبسوط مع العلم ان البنت كويسه واهلها كويسين وهي بتحبني خالص ومستعده تعمل حاجات كتير علشاني. بص يا حبيبي، كلام هنا للشباب. في غلطه كبيره قوي وقع فيها الاخ ده. حد عارف ايه الغلطه دي؟ ايه الغلطه اللي وقع فيها الشاب دي؟ ان ما كانش قايل لاهله من الاول ان انا ابتديت اتعرف على واحده اكبر مني بسنتين، فوعد وهو لا يملك ان يعد. وعد وهو لم يملك ان يعد، فضيع على البنت سنتين والبنت اتعلقت عليه. طيب الدرس اللي تاخده البنات ايه؟ لما نكون في موقف سيميلر. يعني ايه موقف مشابه؟ يعني ايه موقف مشابه؟ يعني في ولد اتقدم ليكي او معاكي في شغل انت اكبر منه بسنه او سنتين، او في فرق اجتماعي وفرق مالي ان هم اغنى شويه او اعلى شويه من حضرتك. ما بنقولش انك انت وحشه، بس بنقول البنت العاقله تقول له انا من ناحيتي ممكن اكون مرتاح، من ناحيتي ممكن ما اكونش رافضه، بس احنا وضعنا الاجتماعي كده. بابا بيشتغل شغلانه بسيطه في الحته الفلانيه. 2، ماما ست بيت ومعهاش غير ثانويه عامه او معاها اي حاجه بسيطه ما كملتش تعليمها. 3، احنا عيلتنا الوضع الاجتماعي بتاعها كده، او انا اكبر منك بالسن، فقبل ما تقول لي انك بتحمل مشاعر قول لي ان اهلك موافقين عليا وعلى ظروفي. يبقى البنت لازم تكون عاقله والولد يكون امين. انت عارف ان مش كل الاسر المصريه تقبل ان البنت تكون اكبر من الولد. بأي عشم عشمتها وبأي ثقة فتحتها وبأي يعني رؤية وعدتها، ما عندكش ولا حاجة من دول. آسف، ده عدم نضوج وعدم رجولة، لأن الرجل كلمة والكلمة معناها حسابات. فكنت المفروض قبل ما تكلمها تكون عملت إيه؟ قلت لهم في البيت. فده درس لينا كأولاد ودرس لينا كبنات. اما اقول لك تعمل ايه اذا كنت انت بتقول لي ان انا نفسي اتقفلت من الموضوع ومش هعرف اكمله، وواضح انك انت مش هتقدر تتجوزها من غير موافقه اهلك، يبقى ما هو الموضوع محسوم بقى. قول لها خلاص انا غلطت في حقك وارجوكي سامحيني، وانا مهما اقول ده مش هيغير مشاعرك التعبانه من ناحيتي، لكن من الموضوع مش هيكمل وخلاص، مش هتقدر تعمل غير كده. مش عارفه اخش كليه ايه، يعني ده فاضل 3-4 شهور واخش كليه، يعني يظهر صاحب السؤال في ثانويه عامه ومش عارفه اختار. سالت حد قال لي صلي كويس وسيبيه على ربنا. انا بصلي وسبتها على ربنا، وكل ما اصلي بقول له اختار انت اي حاجه انا راضيه، وببقى مستنيه اي اشاره، بس ما فيش حاجه وفاضل 3 شهور. اعمل ايه؟ ما بدل ما نضيع وقتنا في ال3 شهور اخش كليه ايه؟ ذاكري وهاتي مجموع، ولما تجيبي مجموع المجموع هيقول لك رايحه فين يا حبيبتي. يعني ممكن انا اجتهد معاكي دلوقتي واقترح لك كليه، او انت تعيشي في حلم يقظه لبست الروب والسماعه وبعدين المجموع ما جابش، هنعمل ايه؟ فدي حرب اسمها حرب الثانويه العامه. الواحد يقعد كده بدل ما يفتح كتاب الفيزياء ويقرا يقول لك خش كليه ايه؟ قال يعني المجموع خلاص جابه وضمن. لا يا بنتي يا بنتي ذاكري يا بنتي، دي حرب. خليكي في المذاكره ولما يطلع المجموع ابعتي السؤال ده. سلام يا ابونا. دايما بنقول كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا بحاجه معينه. انا مثلا في كليه كويسه واهلي كويسين وما كانش عندي معاناه جامده في حياتي، هل ده معناه اني اخدت حظ كويس من ربنا فربنا هينقصني في حاجات تانية، زي اني مش هبقى شاطره في شغلي مثلا، او حياتي الجايه هيبقى فيها صعوبات كتيره؟ ليه النظره الملخبطه والمشوهه لربنا ان يعني يكفي اليوم شره؟
عيش النهارده، حب ربنا وتمتعي بربنا وتمتعي بكل حاجه حلوه، واشكريه اشكريه. قولي واضح يا رب انت عارف ان انا لا احتمل اي تجربه صعبه، وخلاص ما تفكريش بقى بكره هيحصل ايه. ده يعني واحنا مرتاحين، يعني واحنا متضايقين بنقول امتى هنفرح، ولو ضحكنا نقول اللهم اجعله خير، ولو جه الخير نقول الشر جاي امتى. لا ده سجس اجتماعي ما شفتهوش. يعني اللي عايش مع ربنا فرحان على طول، عارف ان يوم موجوع ويوم مبسوط ويوم رايح ويوم جاي، بس احنا يعني مع ربنا وخلاص. بسطوها يعني. ساعات يا ابونا بحس اني مش عارفه نفسي انا كويسه ولا لا، اتحب ولا لا. المشكله بلاقي او بحس اني وحشه، بتعب كتير ومش لاقي نتيجه ترضيني، بحاول اجتهد في شغلي لان ده الحاجه الوحيده اللي بتشغلني وبحس فيها بقيمتي، بس كمان الشغل واخد من وقتي في المجال الطبي مع دراسات عليا وامتحانات، بيبقى صعب ليا تكون لي علاقات اجتماعيه، اغلب اللي اعرفهم اتخطبوا واتجوزوا وانا محدش بيجيلي خالص. ساعات اندم على الدراسه والشغل، بس الطب ده احلى حاجه في الدنيا ومعرفش اكون حاجه تانية غير كده. حياتي متدمره، لازم شهادات كتيرة ودراسات كتيرة وقراءة باستمرار عشان أكون شاطر. ساعات بحس إن مفيش ميزة، مفيش سبب أتحب علشانه. نفسي أحس ناس بتحبني، بس أي حد بخدمه من قلبي لما تخلص خدمته ما بيكلمنيش تاني. وجات لي كورونا كذا مرة بس الحمد لله عديت منها. ساعات بزعل على الظروف، عارفة إني أحسن من غيري، كاتبة سنها هبدأ أتم سن كذا من غير اي انجاز غير الشغل الكتير، ما بعرفش اخرج ولا اسافر لان في الشغل وبذاكر علشان بصوا يا جماعه، انت محبوسه جوه سجن، بس السجن حلو. يعني الميزه في السجن بتاعك ان بتحب الطب ومؤمنه برساله الطبيب فحابه شغلك، لكن في الوقت نفسه وانت جوه القفص بتبصي على ناس تانية بتتفسح، وبتبصي على ناس تانية فرحانة، وبتبصي على ناس تانية مبسوطة، فبتقولي نفسي اتحب زي اللي بيحبوا دول. في نظرية اسمها نظرية الأثمان، دايما احاول اتكلم عليها كل فترة عشان نكون واقعيين. كل حاجة في الدنيا ليها تمن. يعني الجواز حلو ولا وحش؟ رد قول، الجواز حلو ولا وحش؟ مش عارف، ما جربتش. طيب هنفترض افتراض ان الجواز حلو قوي، الجواز حلو، بس الجواز ده ليه تمن ولا ملوش تمن؟ ليه تمن. بعد ما كنت بتنزل الساعه 11 بالليل تقول لها يا ماما انا نازل، تقول لك يا حبيبي خد معاك جاكيت، ما بتقولكش هتيجي امتى ولا راجع امتى. لقيت واحد ديدبان قاعد لك بتقول لك هتيجي امتى مش عارف مين، وتصحى تسيبني في نص الليل، طب انا بخاف تفرض طلع لي بورصه على الحيطه اعمل انا ايه، وانا بخاف وانا مش عارف مين، تقعد جنبي امال انت ايه مش عارف مين، وبعدين تقول لك انت الفلوس اللي بتوديها فين مش عارف مين، انت كنت قبل كده ما كانش في الاسئله دي في دماغك، وانت كل يوم تخرج مع اصحابك، خلصنا برشلونه دخلت لي في الافريقيه، دخلنا الافريقيه، لا انا مش حاسه اني متجوزه، انا مش حاسه اني بمحتوى، ما حدش بيحتويني، انا وهرمونات طالعه وهرمونات نازله، فبتبقى في مشكله كبيره قوي 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 قوي. ومع هذا الناس بتتجوز. المهم انك تكون عارف الثمن. نرجع تاني لموضوع ايه؟ الطب بقى. الطب ده عباره عن ايه؟ الطب ده عبارة عن حاجة انت ركزت فيها قوي. الانسان علشان يكون مستمتع بحياته لازم يكون متزن، بس انت حطيتي 80-90% من كل قوتك في وان تارجت، فابتديتي تحسي مع تقدم السن انك مفتقدة حاجات تانية، فبتشغلي نفسك اكتر. انت بتقولي انك ما بتتفسحيش لان شغلك عامل كده. طب حتى لو انت شغالة في عزل كورونا، طيب انت عندك بلان ان يكون في أنشطة روحية تعمليها، دراسات روحية تعمليها، بلاش دراسات دي عالية شوية، في علاقات اجتماعية ناوية تنميها، ناوية تتفسحي، حتى الحاجات العادية بتاعت الناس ناوية تنبسطي زي بقية الناس. ما انت عزلتي نفسك وقطعتي كل الرباطات، والنهاردة جاية بتشتكي بتقول انا جوه قفص من دهب حباه بس مفتقدة الحرية اللي براه. محدش هيقدر يحلها. انت لازم تعيدي تقسيم يومك وتقسيم حياتك بأولويات واضحة. لكن الانسان اللي بيركز في حاجه واحده ممكن ينجح فيها بس في المقابل هيخسر حاجه ثانيه. كل حاجه في الدنيا ليها تمن، كل حاجه في الدنيا ليها تمن. يعني لما انت تكبري وتجيبي بيبي، حاجه حلوه ان يكون عندك بيبي،
رغبه اي انسانه في الدنيا يكون لها اولاد وعندها بيبي. ما تشتكيش انه قعد طول الليل يعيط وانت ما تناميش، ما هو ده الطبيعي. يعني فاهمين عايز اقول ايه؟ فكل حاجه ليها ثمن. انا يا قدس ابونا مغترب وقعت في خطيه الزنا، ومع الوقت وقعت في خطيه شذوذ. انا مقدم توبه واعترفت، بس في سؤالين. لما اعترفت قلت لابونا انا وقعت في خطيه الزنا ووقعت في خطايا اكثر نجاسه ومش حابب اقول اسم الخطيه. هل انا كده اعترفت؟ ما دام ابونا سمع وما سالكش وقال لك الله يحلك، يبقى خلاص اعتبر نفسك انك انت اعترفت بالخطيه الثانيه. انا بقالي فتره كبيره بقرا، ففي خطيه الزنا مش مذكور ايات صريحه على ان ربنا ممكن يغفر الخطيه لو حد قدم عليها توبه، بس مذكور شخصيات ربنا سامحها زي داود ومريم المجدنيه والتي امسكت في ذات الفعل، والابن الضال لما الابن الكبير بيقول لابوه قد انفق كل عيشته على الزواني. يبقى زنى ولا ما زناش؟ زنى. لسه ابوه ايه؟ سامحه ولا ما سامحوش؟ سامحه. يبقى انت شاكك في ايه بقى؟ بيقول يعني في شواهد ان ممكن يكون ربنا سامح زنا، لكن ما سمعش عن اي حد وقع في خطيه الشذوذ وربنا سامحه. التوبه تغفر كل الخطايا، لا توجد خطيه تستعصى على دم المسيح الكفاري. دم المسيح ده بيغطينا قدام الآب، قدام عدل الآب، فبنبقى مبررين بدم الابن أمام عدل الآب. وعلشان كده أي حد بيتوب وبيتناول مش وبعدين انت بتقول انا تبت وكانت نزوه او غلطه او تجربه وخلصت. طالما انك انت تبت اوعى تتشكك في ان المسيح قبل توبتك. انت كاتب كلام كتير قوي ينم عن تعب نفسي وتعب ضمير. خلي تعب الضمير ده بحاجه واحده يفيدك، انك ما تقعش في الخطيه دي تاني. لكن من ناحيه التوبه اوعى تشك اللحظه واحده ان المسيح سامحك تماما. ربنا يديكم نعمه. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. الصوم الكبير ابتدى النهارده، اليوم الثالث، مش كده؟ الثالث يعني خلص خلاص. الصوم الكبير ده يبتدي تلاقيه كر كده، يعني اكتر صوم بزعل قوي انه بيخلص بسرعه يعني. طيب النهارده هكلمكم على الصوم وازاي نصوم عشان نستغل دي اول مره، وبدءا من المره الجايه هناخد سلسله روحيه نكمل بيها ال6 أسابيع اللي باقيه. الحقيقه مش عايز اقول مقدمه كبيره، لكن كلنا عارفين ان الصوم الكبير ده مقامه في الكنيسه حاجه اعلى الاصوام لاكتر من سبب. نمره 1 ان ده الصوم اللي المسيح صامه. نمرة 2 ده الصوم اللي قال عنه الرسل سواء في قوانين الآباء الرسل 127 أو في الدسقلية إن أي إنسان ما يصومش ال40 المقدسة ما لم يكن هناك مرض يمنعه يقطع من الكنيسة. كان كلام صارم جدا جدا، إلا الصوم الكبير ده، إلا الصوم المقدس ده ال40 يوم اللي صامه المسيح. الصوم ده يتميز عن أي صوم تاني باللحن النسكي بتاعه. يعني ايه لحن نسكي؟ يعني الالحان في كياك فرايحي، بنستقبل الكلمه صايمين، بس صايمين في حاله ايه؟ امتى المخلص يجي؟ انتوا واخدين بالكم؟ بس الصوم الكبير مش كده. فكل يعني أبطت حمامة في بيت زكريا، شوفوا اللحن جميل قوي مش عاوز يخلص. لكن لا، الصوم نسكي. اكتر صوم فيه مطانيات، اكتر صوم فيه انقطاع. يعني بنصوم انقطاعي في الصوم الميلاد بنعمل اداديس، لكن هنا تلاقي في اداديس من 1 ل3 وفي اداديس من 3 ل5 وفي كنائس بتخلص 6 و7 كمان، لان هو ده الصوم اللي يعني بيقول لك عليه رصيد وخزين السنه كلها. تبقى مشكله كبيره قوي ان انا اصوم وما اطلعش بحاجه، فاسمحوا لي قبل ما اتكلم على 4-5 تدريب في الصوم ده، عاوز ابتدي بحاجه صغيره. انت بلا عذر طالما انك في كامل صحتك. انت بلا عذر انك ما تصومش صوم الكنيسه كلها صايماه. معنى كده انك في حاله من حالات الدلع. طبعا يستثنى
الإنسان المريض، يستثنى الإنسان اللي أب اعترافه عارف ظروفه النفسية. يعني في واحد ممكن يكون مريض مرض نفسي، أب اعترافه يقول له ما تصومش. أنا ما بتكلمش على كده، بتكلم على إنسان طبيعي. أنت بلا عذر. ليه؟ عشان في قول قاله يوحنا السينائي، ده أحد القديسين، قال لما تبتدي أي معركة من 2 مصارعين وواحد يبتدي بشيء من التهاون أو الكسل، أعطى إشارة لخصمه أنه قابل للهزيمة. يعني لسه حد بيقول لي النهارده، يقول لي أقول لك حاجة بصراحة من الآخر كده، أنا ماليش مزاج أصوم الصوم. هقول لك حاجة على الأقل عشان خاطرك، عشان خاطر مش عشان خاطر المسيح يعني، عشان خاطرك يعني. هفوت أسبوع الاستعداد، وبيقول لي كده وقدسك جدعنة فوت لي كمان أسبوع. يبقى أسبوع استعداد أنا ماليش تقل عليه، وقدسك جدعنة تفوت لي أسبوع. أنا مش شايف الجدعنة هنا خالص، أنا شايف دي خيابة الحقيقة. إيه اللي ممكن يمنعني أقدم للمسيح تقدمة حب وأنا في كامل صحتي؟ لأن في يوم من الأيام هتكبروا يا بنات، وفي يوم من الأيام هتكبروا يا شباب وتبقوا رجالة وعواجيز، ساعتها الجسد يمكن يعوقك عن الصلاة. أنا فاكر قصة حصلت مع إنسان في الظاهر، راح أبونا يناوله، كان عنده كام حاجة و80 سنة، في أوائل الثمانينات، صغير يعني 81 82 يعني، مش أواخر الثمانينات. وهو بقى في أوائل الثمانينات دوت 81 82، فأبونا راح يناوله فلقى الراجل بيبكي، فقال له بتبكي ليه؟ قال له يبقى الصوم الكبير شغال وقدسك جاي تناولني 9 الصبح. ده أنا يا أبونا كنت طول عمري أصوم ل7 العصر، وما كنتش احط لقمه قبل الساعه 7، وانا زعلان على اللي عملوا فيا المرض وعملوا فيا الزمن. فقال له ايه؟ ربنا فاكر ايام محبتك الاولى، وربنا فاكر انك انت اديت وانت صغير، وعملت حساب انك مش هتقدر تدي وانت كبير. فعلى قد ما تقدر ابتدي، ما ينفعش الصوم الكبير يتأجل. الصوم وصيه، والصوم ده صامه المسيح وهو مش محتاج يصومه. فانا مجرد ان حاجه من الاثنين، يا انا شهواني جدا لان حته الجبنه وحته الفرخه فارقه معايا ال10 ايام الجايين دول قوي، بقى هموت عليها، فابقى شهواني. شهواني هدلعها، لا شهواني. يا اما انا دلوع قوي صوم 55 يوم it's too much. حاجه من الاثنين، يا دلوع يا شهواني. واجه نفسك. لكن الحياة الروحية عايزة رجولة، والرجولة تخلي الإنسان الروحاني يفرح بمجيء الصوم أكتر ما يفرح بمجيء الفطار. ده بجد، بصرف النظر بقى بتفرق من واحد لواحد، لكن فعلا الإنسان الروحاني يفرح بالصوم. ليه؟ فترة للتعويض، فترة للبداية، فترة لنشاط روحي، فترة يعني مستنيها بقى. كل التراب اللي اتلم عليا في الشهر والاتنين اللي فاتوا دول انا هنفضهم، وهبتدي بقى برجوله. واللي يحط جدول للقراءة في الكتاب المقدس، واللي يحط وعود لربنا انه هيخلص مش عارف كام اصحاح عهد قديم وكام اصحاح عهد جديد، واللي يحط عهد انه يخلص العهد الجديد كله في ال 55 يوم دول، او لغايه اسبوع الالام يعني 47 يوم. في ناس بتبقى مستنيه الصوم الكبير يبتدي. ده أنا لسه ما ابتديتش في التدريب، بس بقول أنت بلا عذر أيها الإنسان إن لم يكن هناك عذرا جسديا، إنك تختلق لنفسك عذرا باهت سخيف ينم عن شهوتي أو دلعي. ما تزعلوش مني أنا بابا، بس لازم أقول الكلام الصح، لأن ما ينفعش يكون الصوم الكبير وإحنا في سن شباب وخريجين أو جامعة وخريجين. لا ما ينفعش، صدقوني ما ينفع. ما علينا. طيب احنا عارفين قيمة الصوم، عاوزين بقى ناخد شوية أفكار نبتدي بيها الصوم كده. أفكار كده هي كلها تحت كلمة جهاد، بس هنحطها تحت عناوين علشان اللي هيطلع حتى لو بعنوان واحد وينفذه يبقى استفاد بالصوم ده عن أي صوم قبل كده. أول حاجة لازم أمتنع عن حاجة. الصوم معناه منع، فأنا بمنع جسدي عن أكل بحبه، أو بمنع جسدي عن الأكل في فترة انقطاع
يبقى في فكرة منع. فأهم حاجة في الصوم إن أنا أمتنع عن شيء. أمتنع عن إيه؟ أمتنع إيه؟ لازم أمتنع عن حاجة بقى، مش أكل بقى وشرب، لا، أمتنع عن حاجة. أنا ناوي في الصوم ده في حاجة مش هعملها لمدة 55 يوم، ومن أول عيد القيامة ممكن أعملها تاني. بس إيه اللي ممكن أمتنع عنه؟ ها قولوا كده اقتراحات. حلو قوي. الميديا اللي استعبدتنا كلنا بلا استثناء. الميديا اللي بقينا نفتح عليها عنينا ونقفل عليها عنينا. الميديا اللي بقت خلاص مسيطرة علينا بصرف النظر انت غاوي سياسة، انت غاوي كورة وبتتفرج على حاجات، انت غاوي مسلسلات، معرفش ايه تاني، انت غاوية طبيخ، انت whatever يعني. لكن الميديا مسيطرة على الناس. علشان كده عندي اكتر من بنت، افتكر واحدة بالخير كانت اول واحدة عملت التدريب ده لوحديها، هي عايشة في امريكا. أول ما ابتدى الصوم الكبير في حد الرفاع كتبت كده على الفيسبوك: كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم في شم النسيم. وعملت دي اكتيفيشن للأكاونت كله، قفلته خالص كأن مفيش عندها فيسبوك. ليه؟ لأن كانت أمينة مع نفسها إن في حاجة مسيطرة، والصوم فترة للحرية. علشان كده يبقى الميديا أنا موافق. إيه تاني؟ دي واسعة شوية. هقول لا أنا بقول لك حاجة امتنع. أصل لا دي فيها نسب، دي فيها لا حاجة امتنع. أنا هاخد منك حاجة واخدها، بس هضيف عليها حاجة. امتنع عن المزاج. امتنع عن إيه؟ المزاج. يعني إيه المزاج؟ يعني أنا في ناس بتيجي تقول لي: بص يا أبونا، أنا معاك صوم ل5 العصر، بس إلا مج القهوة بتاع الصبح. مج القهوة بتاع الصبح أو كوباية الشاي ال2 لتر دي بتاعت الصبح. كل واحد بقى ليه مزاج في حاجة. يقول لك أنا من غير القهوة أو من غير الشاي ببقى ديسكونكتد. يعني ديسكونكتد يعني مفيش تواصل مع الحياة. ايه رأيك بقى انك انت اعترفت اعتراف ضمني انك محتاج مصحة ادمان؟ طالما اعتمدت على حاجة علشان تخليك صاحي يبقى انت انسان مدمن. هنبتدي في اسبوع الاستعداد نقلل شوية، بس من 40 هنمنع، وهعيش من غير يا انا القهوة بقى، يا انا الشاي بقى. يبقى دي حاجة انا امتنعت عنها. المزاج. تتصوروا صوم بالمزاج. صوم بالمزاج. يعني انا اعرف ولد من ولادي امه مرة جت تشتكي منه. تشتكي ليه؟ لانه طول الصوم ما بياكلش فاكهه خالص. وتقول ده الصوم الكبير يا ابونا ما فيهوش حاجه تتاكل اساسا. طب الفاكهه تسنده شويه، ياخد منها شويه كالوريز كده. هو قال: اصل انا اساسا متعتي الاولى في الاكل هي الفاكهه. احب العنب، احب الفراوله، احب كل الفواكه اللي طالعه في الصوم الكبير والصوم الصغير وطول السنه. فانا باكل طول السنه فاكهه، هاجي في الصوم الكبير وامتنع عن الفاكهه. انا قلت لها سيبيه براحته، مالكيش دعوه، لان ده طقس، ده نظام، ده تدبير. يبقى اول حاجه واول تدريب، شوف انت تقدر تمتنع عن ايه من اجل الله وبتقدموا له هديه في الصوم ده من اجل الله. اي حاجه ملهاش علاقه بربنا ملهاش قيمه. اي حاجه ملهاش علاقه بربنا ملهاش قيمه، بقت شويه عادات وخلاص. يبقى نمره 1 حاجه امتنع عنها. قلنا الميديا وقلنا ايه؟ المزاج، وليكن كفايه كده. نمره 2 اللي انت بتقوله يا ابونا ده مش قادر عليه خالص خالص خالص. هخش في التدريب الثاني وهو اقل درجه من التدريب الاولاني. حاجه لازم اقللها. يعني انا كنت شاطر قوي ومسكت الموبايل كده قلت عهد ووعد يا ربنا مش هفتح لا يوتيوب ولا مش عارف مين، هو واتساب وبس. وبعدين لقيت نفسي مش قادر دخلت على الفيسبوك، وبعدين دخلت على اليوتيوب، وبعدين دخلت على whatever اللي الناس بتخش عليه يعني. طيب اذا كنت انا مش قادره ابطل تماما، ممكن احط لنفسي نظام ان اقلل. يعني برضو من البنات الشاطرين قوي، ودي بنوته في اولى ثانوي
بنوته في اولى ثانوي بتقول لي انا دايما البريك بتاعي بتفرج فيه على افلام يظهر على، يعني هي حره تقدر تبتديه وتوقفه في النص وترجع تكمله. فبتقول لي انا بتفرج على افلام كل يوم. يعني ايه؟ يعني مثلا الفيلم بيبقى قد ايه مدته؟ ساعتين، فتتفرج على تلت ساعه الصبح مثلا، وبعدين تلت ساعه وهي بتتغدى، وبعدين تلت ساعه بريك بين المذاكره، وبعدين تلت ساعه قبل ما تنام، بس بتخلص في اليوم ايه؟ فيلم ايه في اليوم. قالت انا عملت تدريب مع نفسي. بنوته جميله قوي عندنا هنا في الكنيسه. قالت لي هتفرج على فيلم في الاسبوع. بس مش قادره، كان نفسي ابطل خالص بس انا خايفه. انا ضحكت، بس عجبتني الروح عندها إصرار إنها مش قادرة تمتنع عنه، على الأقل تقدر تقلله. أنت ممكن تعمل كده؟ حاجة مش قادر أبطلها بالظبط، طب ممكن أقللها؟ ممكن. يبقى مثلا حاجات ممكن تكون مش غلط. هقول لكم حاجة بالنسبة للشباب، متوسط خروج الشباب مع أصحابه كل قد إيه؟ يوميا. انا في يظهر من كوكب تاني. انتوا فعلا بتخرجوا مع بعض كل يوم؟ يعني مش يعني، بس في ناس بتخرج مع بعض كل يوم. مش عايز اسالكم احرجكم كم واحد، بلاش الحاجه، لكن واضح ان في ناس بتخرج كل يوم. طيب اذا كانت الخروجه مع اصحابي ده نفس الكلام اللي بندشه، هو نفس الكلام اللي بندشه كل يوم، ونفس الكلام اللي بنقوله هو الكلام، وتقعد مع صاحبك تقول له يا ترى بوتين وهيوديها على فين؟ تقول له اوكرانيا مش سهله على فكره. يقول لك ده كانوا فاكرين يخشها في 3 ايام. بقابلني تفتكر حرب نوويه؟ وقاعدين بقى ايه تتكلموا في السياسه بقى. قومتوا الحرب ونيمتوا الحرب وعملتوا كل حاجه وما فيش حاجه حصلت. غير كنتوا كلمتوا، وبعدين اتكلمتوا شويه على الكوره، واتكلمتوا شويه على البتاع، وبعدين كل واحد قاعد جنب التاني بيشرب الشاي بتاعه وماسك الموبايل. انا ببص دلوقتي وانا ماشي بالعربيه على القهاوي كده، تلاقي الناس قاعده على القهوه وكل واحد قاعد على الموبايل. يعني حتى الناس بطلت تتكلم على القهوه. انا ما بقتش فاهم هم بيخرجوا ليه اساسا. يعني مش قادر اتخيل في خروج اسمها انا هقعد في الشارع امسك الموبايل، تقعد في البلكونه تمسك. ما علينا، مش هي دي قصتي. طب انا ممكن اقول ان انا في الصوم مش هخرج مع اصحابي غير مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع بدل كل يوم. يبقى دي حاجه انت عملت فيها ايه؟ قللتها، بس بشرط الوقت ده تعمل فيه حاجه لربنا، تعمل فيه حاجة إيجابية. يعني افتح سفر من أسفار الكتاب المقدس اللي في العهد القديم الصعبين، اللي بتقول ما بفهمش حاجة في العهد القديم، ما بفهمش حاجة في العهد القديم، افهموا. عندك دلوقتي يوتيوب، وعندك تفسير على النت مكتوب على جوجل، وعندك تفسير في كل حتة. تقدر تقلل. يبقى أول تدريب حاجة لازم أمتنع عنها. نمرة 2 حاجة لازم إيه؟ حتى لو ما كانتش غلط بس أقللها. التدريب الرابع حاجة، الثالث حاجة لازم أزودها. يعني إيه حاجة لازم أزودها؟ برضو بيعجبني ناس تتصل بيا أو تبعت لي واتساب أو تيجي تعترف تقول لي يا أبونا هنعمل إيه في الصوم؟ أقول له أنت قانونك إيه؟ يقول لي قانوني كذا كذا. هتزود لي قدسك إيه؟ أقول طب أنت تصلي بإيه؟ يقول لي بصلي باكر وتالتة مثلا، او باكر لوحدها. ممكن مع باكر نزود مزمورين من التالتة مع قطع التالتة. ابونا بس دلوقتي بيبقى طب مزمور من التالتة وقطع التالتة. طب ممكن قطع التالتة بس عشان نكلم الروح القدس قبل ما ننزل شغلنا. يبقى في حاجة انا بزودها. يعني في حد لسه باعت لي، انا مش فاكر مين على الواتساب، بيقول لي اعمل ايه؟ قلت له انت قانونك الحالي. قلت له نزود في القراءات. فقال لي انا كنت بقرا اصحاحين عهد قديم واصحاح عهد جديد، هخلي اصحاح عهد جديد زي ما هو بتركيز لان بقراه بالتفسير، واخلي العهد القديم 4 اصحاحات في اليوم. حلو 3 في اليوم، حلو. بس فكرة ان انا بزود. الكنيسة فكرها في الصوم انك ما انتوا عارفين فكرة الكنيسة في الصوم ايه؟ يا جماعة الاكل الصيامي كان زمان ما فيش بوابير فكان يتسلق بسرعة، لكن لما تحط 6 لحمة او تحط فرخة تاخد لها 2 ساعة سوا. فالكنيسة قالت فضوا نفسكم عشان تلاقوا وقت لمين؟ لربنا. مش تبطل تاكل لحوم وتبرطع زي ما انت عايز في حياتك، لا. فلازم حاجة تزودها.
تتصوروا واحد مثلا قال ان انا في الصوم ده هزود 3 قطع واحاول احفظهم. طب انا بصلي باكر وتالتة، ممكن الساعة 6 تعمل الارم يوميا تقول القطعة الاولى من الساعة 6 حتى لو في وسط الشغل، يا من في اليوم السادس وقت الساعة 6 سمرت على الصليب من اجل خطايا، وتكملها بسرعة كده. انت صليت، يبقى انت زودت حاجه، انت بتثبت لربنا انك عايزه، انت بتثبت لربنا ان قلبك معاه، انت بتثبت لربنا ان انا عاوز انمو في محبتك يا رب. يبقى التدريب الثالث اسمه حاجه ايه؟ ازودها. احنا قلنا الاولانيه والثانيه شبه بعض مش كده؟ حاجه امتنع عنها وحاجه اقللها، ودي حاجه ايه؟ ازودها. اللي بعديها شبهها، إضافة شيء جديد لم أعتاد عليه خالص. مش بقى بزود، لا، ده أنا ما كنتش بعمل مطانيات خالص، أسمع عن المطانيات كده من بعيد لبعيد وأعمل لها باي باي باي، هاي مطانيا، سي يو نيكست يير كده يعني. لا، أنا هعمل مطانيات، هبتدي ب5 علشان برضو إيه ما شدش جامد وما كملش، وابتدي في كل مطانية أنزل للأرض، وأنا في الأرض أفتكر خطيتي، وأنا في الأرض أفتكر حطتي يعني موتي، وبعدين وأنا قايم أفتكر رجاء المسيح اللي فاتح لي حضنه يقول لي شد حيلك عشان لو أنت أمين في القليل أنا ناوي أقيمك على الكثير وداخلك إلى فرحي. فالمطانية ليها تكنيك، المطانية مش تدريب للظهر ولا تدريب للعضل زي الضغط اللي الناس بتلعبه، لا، المطانية فكر روحي ان انا بنسحق امام الله بمذلة التوبة، واقف قدام ربنا بكل رجاء ان انا ابنه اللي هيغفر لي خطيتي. دي حاجة ما كنتش بعملها، طب اعملها، الحق. طيب اعمل حاجة جديدة تاني ما كنتش بعملها، على سبيل المثال مثلا القراءات الروحية. من اكتر، انا لسه متهيألي اكلمكم قريب وخبطت فيكم الاسبوع اللي فات ولا اللي قبليه، قلت ان ده اسوأ حاجه في الجيل ده ان اللي بيقرا بوست او 3 بوست في اليوم جايين له على الواتساب يعتبر طه حسين عميد اللغه العربيه. وما خبيش عليكم باينه قوي من الاسئله اللي بتبعتوها. على فكره انا كل سؤال انا مش بغلط، انا بقراه اول مره زي ما هو كاتبه، وتاني مره بفهم قصده ايه فبعيد قرايته صح، يعني مش بقرا غلط، هو اساسا العربي اللي مكتوب بيه مش عربي. فدي ازمه ان احنا ما بقيناش نقرا، ودي ازمه خطيره جدا. لازم يكون ليك قرايه، بلاش الكتب العميقه الكبيره، ان شاء الله تجيب شويه نبذات صغيره كده واقرا كل يوم 5 صفحات قبل ما تنام، 3 صفحات قبل ما تنام، يبقى انت عملت اضافه جديده لحاجه انت ما كنتش بتعملها. خادم من الخدام قال لي على تدريب حلو قوي، قال لي أنا هوعد ربنا إن في 50 يوم اللي جايين هعمل يوميا افتقاد ساعة تليفوني لولادي في مدارس الأحد، بحيث إن المكالمة ما تقلش عن نص ساعة، يعني هكلم 2 هخلص الفصل كله، وإذا فصل كبير 50-60 هيخلصوا على مرة أو مرتين في الشهر. لكن هو عاوز يتصل بكل ولد نص ساعة ويكلموا عن ربنا ويخلي الافتقاد ده افتقاد موجه. اهو بيقول لي انا الحاجه دي عمري ما عملتها قبل كده، بس انا ناوي اضيفها في الصوم ده واستمر عليها في الصوم اللي بعده. في ناس بتفرح القلب على فكره ان دايما عاوزه تضيف، لازم اعمل حاجه. احنا قلنا كام تدريب لغايه دلوقتي؟ حاجه لازم امتنع عنها، 2 حاجة أقللها لو مش قادر أمتنع عنها بالكلية، 3 حاجة أزودها على الموجود، يعني بزود بدل 3 مزامير يبقوا 5 مزامير، بدل باكر تبقى باكر وقطعة 3. التدريب اللي بعده إيه؟ حاجة لازم أضيفها، حاجة جديدة. من أحلى الحاجات اللي لو ضفتوها يا ولاد هتبقوا كسبانين قوي، تدريب صلاة يسوع. صلاة يسوع أعرف ناس عندنا من الشعب بيصلوا 1000 صلاة يسوع في اليوم الواحد، وفي ناس بتصلي 500، وفي ناس بتصلي 300. أنا بقول لك 30 بس، أقف قدام ربنا قول 30 مرة يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطي.
وتتخيل المسيح قدامك. تخيل نفسك مرة أنت التي أمسكت في ذات الفعل، لأن إحنا ما نقلش بالخطايا اللي بنعملها عن خطيتها. اتخيل نفسك مرة المرأة الخاطية اللي دخلت بيت سمعان والمسيح قال لها مغفورة لك خطاياك. يكفي انك هتقول اسم يسوع المسيح 30 مرة. يا رب يسوع المسيح، احنا اتفقنا على 30 ده حد ادنى يعني، ولو ربنا فتح نفسك اعملها مرتين في اليوم. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطي. طب ممكن حد يمسك لي الستوب ووتش؟ انا عملتها معاكم برضو الستوب ووتش دي قبل كده. هبتدي اهو. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطي. 5 ثواني. 5 ثواني يعني الدقيقة فيها 60 على 5 اديك عملت 12، يعني دقيقتين عملت 24، يعني دقيقتين ونص خلصت التدريب. دقيقتين ونص هتقف قدام ربنا تقول له يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني انا الخاطي. بس دي إضافة جديدة. هنفضل طول عمرنا جايين الكنيسة ونسمع عظات على اليوتيوب ونسمع عظات في اجتماع ونرجع ما نعملش حاجة، زي اللي بيخش السنتر بتاع ثانوية عامة عند أحسن أساتذة في الدنيا، لا بيروح ياخد واجب يحله ولا بياخد تدريب يشتغل عليه، مش هينجح. فلازم نشد حيلنا لأن الصوم ده ما يتفوتش. آخر تدريب عشان ما ادورش عليك، النمو في شيء، ده قريب قوي برضه من اللي فات. يعني ايه النمو في شيء؟ هديكم شويه تدريب. يعني ايه النمو في شيء؟ حاجه اسمها اوت اوف ذا بوكس. عارفين ايه اوت اوف ذا بوكس؟ يعني بره الصندوق. احنا اتكلمنا على حاجات روحيه كتيره قوي. انت اسمك ايه؟ بولا. انت مشكلتك انك قاعد في اول بنج يا بولا، فهسالك السؤال ده. بولا، من غير خجل يعني، جربت مرة في البيت تشيل على ماما شوية تعب وتغسل مواعين بإيديك؟ بتعمل كده؟ كم واحد زي بولا؟ لا ده كده انت بولا ده 1 2 3 4 5. يا بختكم، ده انتوا يعني هتبقوا أزواج مثاليين يعني. أنا عايز بقى أنمو في حاجة. واحد يجي يقول لي يا ابونا اديني تدريب عن المحبه. محبه ايه يا حبيبي؟ واحد يقول لي اديني تدريب عن الاتضاع. يا جماعه الاتضاع دي كلمه كبيره قوي، ده ياخد العمر كله. المحبه دي كلمه كبيره قوي تاخد العمر كله. لكن ممكن اعمل تدريب محبه. هقول للام كده يا ماما طول الصوم ده كل الطلبات اللي انت عايزاها انا اللي هجيبها، وعاوز كمان تحددي لي تاسك في الشقه ما ياخدش اكتر من نص ساعه اعمله. طبعا ماما مش هتصدق في الاول، ماما مش هتصدق وتفتكر انك انت يعني في حاله من حالات محموم، يعني جايه من حمى، يعني في حاله من حالات الخطره. لكن تتصور انك انت خدت عهد امام الله ان المحبه هتحولها لعمل تلقائي تقدمه في البيت علشان تشيل تعب عن حد بيتعب في البيت. فلما تيجي تقول لي تدريب عن المحبة هقول لك الأول اتعب من أجل أهل بيتك قبل ما تتعب بره. أهو ده تدريب، أهو ده اسمه عمل محبة، ده اسمه أنا بنمو في شيء بالتدريج. ممكن جدا أعمال رحمة. يعني إيه أعمال رحمة؟ أنا مش هقول لكم إيه أعمال الرحمة، بس أنا هتخيل حاجة كده معينة. إحنا بنقول 3 صاد في الصوم: صوم، صلاة وصوم وصدقة، مش كده؟ من أعمال الرحمة الحلوة قوي 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 إن أنا أعرف سيدة يعني بعد ما أولادها سابوها وجوزوا، سابوها يعني جوزوا، بقت هي عايشة لوحديها، خدت على نفسها عهد. إيه هي طول عمرها شاطرة في الحلويات، وبعدين معاها معاش وكانت مديرة كبيرة والفلوس معاها كتيرة، يعني مش عارفة تعمل إيه بالفلوس، يعني مش عارفه تعمل ايه. انا اقصد يعني معاها فائض شويه فلوس، فقالت كل اللي انا احتياجاتي الاساسيه اخدها، وغير كده ما دام انا شاطره في المطبخ وفي الحلويات هعمل كيك وبسبوسه وكنافه واوزع على كل بيوت الرعايه اللي فيها الاطفال اللي فقدوا اهاليهم في المنطقه بتاعه الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه. وبقت عامله نظام. انا بقيت على المعاش بس فيها صحه، فأنا يوم الاثنين والثلاث هروح جمعيات مثلا في منطقة زي الظاهر، أنا بقول مثلا يعني، أو منطقة زي إمبابة، منطقة زي شبرا، وتودي هنا وتودي هنا وتودي هنا.
فرحة الدنيا لما كل الأطفال يتلموا حواليها، ماما جت، ماما فلانة مثلا، ماما ليلى جت، ماما سماح جت، أي ماما وخلاص يعني. وهي بتحس براحة إن العيال دي وفرت لهم حاجة من تعبها. عمل المحبة والخروج من الذات هو اللي بيميز الإنسان المسيحي عن أي حد تاني بيقول يلا نفسي. حد فينا فكر في الصوم إن يخرج بره نفسه ويتعب عشان الناس اللي حواليه؟ ده لما بتبقى في أخت بتقول لأخوها ده أنا عندي سكشن مهم قوي، أرجوك وصلني، مش هتفرق غير 10 دقايق. لا خدي أوبر يا ماما، انسيني. ده الأخ بيقول لأخته كده. طب احنا بنتناول ازاي إذا كانت عمل المحبة مش قادرين نقدمه؟ فإذا كنت أنت ما عندكش عمل محبة، دور في هذا الصوم على عمل محبة ونفذه. وعشان أكون أمين معاكم أمام الله، أنا وأنا بقول النقط دي لنفسي قلت أنا هعمل إيه في كل نقطة من النقط دي، عشان ما أقدرش أديلكوا حاجة أنا ما التزمش بيها، أحس إن أنا مش أمين في اللي بقوله. يعني أنا ناوي كل نقطة دي، بس أنا خدت بقى تدريب ليا أنا، كل نقطة من دول هعمل إيه؟ إيه اللي أزوده؟ إيه اللي أضيفه؟ إيه اللي أنمو فيه؟ إيه اللي لازم أوقفه؟ إيه اللي لازم أقلله؟ إيه اللي لازم أنمو فيه كعمل محبة وكعمل رحمة؟ بالشكل ده الصوم هيبقى صوم مختلف، وبالشكل ده ربنا هيقبل مننا الصوم، لأنه بقى صوم مختلف وصوم يفرح قلب ربنا.